السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده المثل بتاعنا حكايه، الحكايه فيها ان. قصه المثل بتاعنا النهارده الحكايه فيها ان. المثل ده بيتقال ليه؟ كان في زمان في مدينه حلب في سوريا امير ذكي جدا اسمه علي ابن منقذ. الامير ده كان ذكي وشجاع، كان تابع لملك اسمه محمود بن مرداس. في يوم من الايام حصل خلاف كبير بين الملك والامير. الامير استنتج ان الملك عايز يقتله، فهرب من حلب وراح مدينة تانية في دمشق في سوريا. يعني الملك كان عايز الامير يرجع عشان يقتله، فطلب من الكاتب بتاعه ان يكتب له رسالة للامير عشان يطمنه فيها ويستدعيه ويقول له يرجع حلب تاني، فيقوم الامير يطمن ويرجع. وكانت الملوك دايما من عادتها لما يختار الكاتب يختار كاتب ذكي جدا، حتى يعني لما يجي يبعت الرسائل للملوك التانيين يقدر يوصل المضمون اللي الملك عايز يوصله، ويكون اسلوب منمق وجميل. حتى ان في بعض البلاد لما كان الملك بيموت كان الكاتب بيتولى مكانه الحكم. لكن الكاتب دون كان بيحب الامير جدا، فحس ان في نية غدر من الملك للامير وانه عايز يقتله، فكتب الرسالة باسلوب عادي خالص. لكن جه في نهاية الرسالة وقام كاتب ان شاء الله تعالى، فشدد النون. الناس لما بتيجي تكتب ان شاء الله ما بيعملوش شد على النون. فلما الامير قرأ الرسالة اتعجب قوي، قال ده خطأ كبير. ازاي ان الكاتب مع انه ذكي جدا وله طريقة واسلوب في الكتابة مميزين، ازاي ان هو يكتب النون دي مشددة؟ لكنه لما فكر ادرك على طول وفهم فورا ان الكاتب بيحذره من حاجة، وان تشديد النون دي معناه ان انت في خطر فما ترجعش. فقام فاهم على طول ان دي تحذير، وافتكر الآية الكريمة اللي بتقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. افتكر ان هنا النون جت مشددة، ففهم على طول وقام باعت رسالة للملك بيشكره فيها طبعا ان على الثقة الشديدة اللي هو أولاها ليه الملك، وطبعا وبيقول له ان هو هيرجع. ولما جه يختم الرسالة ختمها بإيه بقى؟ إن الخادم المقر بالإنعام. المفروض ان هو كان كتب أنا الخادم المقر بالإنعام، لكن هو برضو قال إن شدد النون. فلما الرسالة وصلت الكاتب فهم ان الامير بيبلغه ان هو مش هيرجع، وان انا فهمت رسالتك ايها الكاتب. فافتكر برضو الكاتب الآية الكريمة اللي بتقول إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، واطمن إن الأمير مش هيرجع تاني للملك. الأمير ابن منقذ مش هيرجع للملك طالما الملك الغدار ده موجود، هو هيفضل بعيد لغاية ما ربنا يحكم في الخلاف اللي بينهم ده. ومن وقت الحادثة دي بدأت بقى الأجيال جيل ورا جيل ياخدوا الموضوع لما يكون فيه موضوع فيه شك أو غموض أو حيلة أو كده أو مكر أو كده، يقولوا الموضوع فيه إن. وهو ده كان عنوان المثل بتاعنا النهاردة. يا ريت يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. مع السلامة.